السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة تعلم مبادئ المحاسبة المالية للمبتدئين. النهاردة هنتكلم عن تالت نوع حسابات معانا، وهو الأونر إيكويتي أو حقوق الملكية. حقوق الملكية ده الحساب أو الحسابات، مجموعة الحسابات بتنزل عليها رأس المال المدفوع من صاحب الشركة أو الشركاء اللي موجودة بتقسيماتهم، اللي هو كل واحد داخل بنسبة. ده نوع حسابات. بيتحط فيه كمان حساب الريتيرن ايرنينجز او الارباح المحتجزه. ده الحساب اللي احنا لما بنقفل السنه بناخد فيه الارباح نحطها علشان تبقى ارباح قابله للتوزيع، او هنخلي منها جزء موجود كده في الشركه. يعني مثلا احنا كسبنا 10 مليون جنيه، فاحنا هنوزع منهم 8 مليون جنيه وهنخلي 2 مليون جنيه موجودين في رصيد الشركه. ده باختصار حساب الاونر ايكويتيز او حقوق الملكيه. وهو طبعا حساب طبيعته كريدت، فطبعا اي زياده بتحصل فيه بيفضل كريدت زي ما هو. فيديو النهارده قصير مش طويل، يا رب يبقى الفيديو عجبكم. ولو في اي استفسار او اي حاجه سيب لي كومنت وقول لي رايك او اسال السؤال اللي انت محتاجه. كل يوم هتلاقوا الفيديو ان شاء الله بينزل الساعه 6. اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.